السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بفيديو جديد. اللي انتوا شايفينه دوت انتريه وبيتقال عليه برضو صالون، عشان خاطر بيبقى فيه موبيليات ياما اللي هي الموبيليا اللي ظاهرة دي. هوري لكم فيديو بتاعه لقطة صغيرة كان عامل ازاي الاول قبل ما يدهن. كان لون تاني وحاجة تانية وشغل تاني، كان كله قش والكلام دوت، ما بيشتغلش بالحاجات دي. وكان الاول الرجول بتاعته كان ليه رجول هنا، يعني منها فيها كانت عالية قوي وشكلها بايخ، والمفروض اصلا ما بتبقاش طالعة بيها. فطبعا كل دوت بيبقى اسمها عيوب نجارة. وطبعا في بعض حاجات فيها برضو عيوب نجارة، بس الواحد الحمد لله لم الدنيا فيه وظبطه. من ضمن التظبيط برضو اللي انا قطعت الرجل ديت، بقت منها حته واحده كده زي ما بتبقى في المعارض كده، وبيبقى شكلها واضح. لما اتقطع دوت طبعا لازم نعلي فوق، لان كده كده كان المفروض ديت تبقى عاليه، عشان ما ينفعش يبقى الدراع وانت قاعد عالي قوي وتبقى رافع دراعك عليه. قطعنا دوت وعليت دوت خشب، وهوري لكم وانا بعمله عملي اتعمل ازاي، بس انا بوريه لكم ارضيه وهي فينش بعد ما خلصت. زي ما انتم شايفين التشطيب بيبان لسه في حاجات ما هتركب عشان خاطر نحله الشكل بتاعه. الفيديو اللي انا هوريه لكم اللي هو لسه ما اتعملش بقى، هتشوفوا السوقات بتاعت الانتريه ده اتعمل ازاي. ده كده الارضيه خلصت، هي بقت قريبه من الدراع. اما يتحط الشلته واما يتنجد الدراع هتبقى حاجه تانية وشكل تاني. هيبقى فيه شويه تجويد من عندي في حته التنجيد عشان خاطر ينطق، لانه اغلبيه اللي في السوق ما فيهوش شغل قد كده. بس انا هحاول ان انا اخليه حاجه جديده وحاجه محترمه يعني. او في المعارض اللي هي التقيله بيبقى فيه الحاجه اللي انا هعملها دي، يعني زي ما بطلعها لهم انا هعملها في الشغل دوت. مش شغل سوقي يعني، لا ده شغل حاجات تقيله وحاجات محترمه. تقيله يعني معناها تقيله عشان الناس تفهم. الشغل التقيل اللي هو التقيل في الفلوس، يعني بمعنى ان الطقم انت بتجيبه مثلا معتاد اي حد مثلا يجيبه ب20 15 في الحدود دي، لا في ناس بقى بتعمل حاجات دي اعلى من كده بياما بمراحل. مش عايز اقول لكم ارقام، يعني لو هنقوله مثلا لو حد هيعمل شويه ذهب كده ولا بتاع، ممكن يخش له في ال 7000 جنيه 10000 جنيه ذهب. بس شوف خش بقى في النجاره وخش في القماش وخش في الحاجات دي، فبيبقى رقم. فطبعا ده يعتبر بحوله للحاجه دي طبعا، بس مش نفس الرقم. ما علينا عشان ما ادخلكمش في متاهات. بس في الموضوع كله بفضل الله بحط لكم خامات محترمه، سواء سفنج رفيع سفنج اللي هو التخين فايبر بتاع الكلام ده، مع الفينش اللي هو مع المعارض الكبيره دي، مع التاتشات الصغيره. بس بالنسبه للناس تانية دي حاجه ما بنعملهاش عشان خاطر برضو ما فيش فلوس. وزي ما انتم شايفين كده التشطيب، لو في اي حاجه بيبقى في حاجات بتداري الدبابيس اللي انا عاملها دي كلها. دي حاجه. الحاجه التانية الحاجات ديت الشامبين، طبعا ده شامبين رامي على ذهبي. اللي شايفه ممكن يقول ده فضي او سيلفر، لا ده شامبين فضي رامي على ذهبي، يعني لو حطيت كمان شويه ذهبي بقى ذهبي. عملنا الموضوع دوت ورحنا جايين عاملين الباتين اللي فيه. الباتين دوت لونه بني، فجبنا اقرب حاجه لان دوت بيقلب على اسود، فاحنا
خليناه فاتح جدا، بحيث اللي هو ايه اما يجي يقلب يغمق، يعني يقلب على بني. طبعا هو مش باين قد كده، بس عشان نكسر موضوع حته اللي هو فضي. زي ما انتم شايفين كده القيمه، انا بشتغل على اساس القماشه. ما يجيش العميل يقول لي انا عايز كذا وكذا وابص الاقي القماشه ملهاش دعوه بالدهان اللي هيتعمل، ديت بتكب على فضي. ما ينفعش اعمل ذهبي سيرف، لازما يبقى فيه فضي. طب العميل عايز يبقى فيه ذهبي اصلا كذا عنده، لا، لازما يبقى عظم ماشي مع القماش. فانا خليت ده مع ده عشان خاطر برضو ايه اوفق لو في حاجه عند العميل فيها ذهبي ولا بتاع، الخشب يمشي معاه. وزي ما انتم شايفين كده هو ده الفينش، وهوري لكم عملي الارضيه وهي بتتعمل. زي ما انتم شايفين كده عملنا الارضيه خشب، واخدينه بالطول كده. نحط ده طبعا الفروقات ديت عشان خاطر يبقى فيه نفس للسفنج كده. ايه هندبس القماشه دي عشان خاطر نسد الفراغات، وهنرجع لكم تاني. كده احنا خلاص كسينا عملنا البطانه عشان خاطر الفتحات ديت ما يسقطش فيها السفنج. نحطه السفنج انا مقطعه على قد الكنبه، سفنج محمل مش زي السفنجات اللي هي العاديه، يعني ده من ضمن الكثافات العاليه اللي هو ال 33. كده هندبسوه من قدام من الجناب عشان خاطر ما يتحركش برضو، وهنرجع لكم تاني. كده احنا خلاص ثبتنا البتاع زي ما انتم شايفين كده الدبابيس، ومن الجناب هنا ومن هنا طبعا ورا عشان الخشبه مش طايله فمش هتتدبس. بعد كده نجيب القماشه بتاعتنا برضه نفس النظام، هنبتدي ندبسه من قدام نفس نظام سفنج، بس ده بحرص شويه. يعني اول ما هنيجي هنبتدي من المنتصف طبعا من هنا. طبعا ده هيتقص من النص عشان خاطر هنا في علو، نعمله كده ماشي، وهنتني ده كده ونشتغله كده على الحرف زي ما قلت لكم ايه بتقلني عشان خاطر تبقى الحاجه طبعا. هنا في فراغ المفروض ده ينزل قماش طبعا، ده هيتحط مكانه اللي هو الشريط، فكل ده مش هيبان. فعشان ما اقطعش واجرح وممكن البتاعه تبان، لا هي كده ويتحط شريط اصلا مش هتبان. نوريك بس ايه حاجه بسيطه بحيث ما تبقوش عاملين تبقوا ايه عارفين. زي ما انتم شايفين كده كل ده الشريط اما يجي يتحط هيداري كل ده. ونيجي برضو الحين الحته العاليه، اي حته عاليه لازم نجرح اول ما نوصل عندها كده ونبقى جايين ايه واقفين عشان خاطر ما يبقاش فيه اي عوجه في القماش كده. وعلى حرف القماش هقفل شغال تمام كده. هنشطبه ونرجع لكم تاني بعد ما يكون الكنبه خلصت. وكده احنا خلصنا الكنبه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. طبعا اللي هيجي يقول طب احنا شفنا ايه، لا انا وريتك هنا بيتدبس ازاي. هنا بس يا دوبك بتجرح عشان تفادي الدراع، والناحيه الثانيه نفس النظام. واما بتخلص الوش بتيجي جاي شادد ورا وتيجي جاي مدبس وتفادي برضو الحزام دوت وتدبس تشد جامد. ومن الجناب اخر حاجه كده تبقى انت ايه خلصت مع قعده محترمه
سفنج 133 كمان، مش اي حاجه، سفنجه محترمه مش اي حد بيحطها، وسفنجه بوصه كمان. ماشي، وده كده لنهايه الفيديو، وتابعونا الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والشير. سلام.